يا مساء الخير والسعد والهنا على كل حبايبي اللي بيتابعوني، ولو اول مره تشوفوني يلا سبسكرايب ولايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هنعمل اكله كل الناس بتحبها قوي وبتطلبها في المطاعم، وفعلا بنبقى دايبين كده واحنا بناكلها. هنقول اول حاجه فيها وهي سهله جدا. هنجيب اول حاجه نص كيلو لحمه، بس تكون حته طريه، يعني ستيك او تكون فليتو او تكون حته لحمه من النوع اللي انتوا بتحبوه. والستيك هيبقى احلى حاجه هنا، والفليتو لانه بيديني تطعيمه حلوه قوي وبيستوي بسرعه. هتبل ملح وفلفل، وانزل برشه دقيق على الوش الاولاني والوش التاني برضو، اقلبها يمين وشمال. احط رشه الدقيق واحط الملح والفلفل عليها، يبقى دي التتبيله الاولانيه للحمه بتاعتي. بعد كده هجيب من عندي طاسه تكون بقى تيفال، تكون اي حاجه انتي بتحبي تسوي فيها. هحط فيها الاول معلقتين زيت، وهنزل بقطعه من اللحمه. مش عايزه انزل بيهم مره واحده كده يبتدوا ينزلوا الميه او الجزء اللي داخل جوه حته اللحمه. هنزل حته حته زي ما احنا شايفين، ولو سمعتي صوت الطشه بتاعتها او صوت الصدمه بتاعتها يبقى انت كده ماشيه صح. وابتدي بقى ادي كل حته من حتت اللحمه دي الصدمه الجامده ليها، بحيث ان انت لما تيجي تقلبيها بالمعلقه تديكي اللون البني الحلو اللي انت عايزاه، ان هي تكون شدت كده معاكي واديتك اللون اللي انت فعلا هو ده هيبقى زي ما انت شايفه كده، اللون الذهبي ده هو ده معناها ان انت ماشيه صح. وابتدي بقى حركي حته حته في اللحمه، برضو ما تستعجليش وتقولي انا عايزه اقلبها كلها مره واحده ولا غطيها ولا اي حاجه. لا لا لا، انت هتخلي اللحمه زي ما انت شايفه كده كشفاها، وابتدي ان انت قلبيها حته حته زي ما انت شايفه كده، بحيث انها كلها تنشف معاكي. مش تنشف معاكي يعني تشد، لا، تنشف معاكي يعني تديكي اللون الحلو بتاعها اللي هتلاقيها كلها استوت مع بعض. طب وانت بتشتغلي كده وانت بتسوي فيها، هاتي معلقه زبده بلدي حلوه او معلقه سمنه بلدي حلوه، حطيها برضو على وش اللحمه وانت قاعده تقلبي فيها. هتدي تطعيمه حلوه ليها، مع بقى انت طبعا عارفه حاطه فيها ملح وفلفل، وحاطه فيها رشه الدقيق الجميله اللي في الاول، مع بقى معلقه السمنه البلدي مع نقطتين الزيت في الاول. هتلاقي بقى احلى يعني طعم للحمه بتاعتك. خلاص، لانها كلها اديناها الوش الاول والتاني، ابتدي ان انا انشل اللحمه دي من الطاسه. خلاص، طيب هبتدي ان انا دلوقتي جبت بصلتين وفرمتهم، وهصفي اللحمه كويس من الدهون اللي فيها واحطها في طبق على جنب كده. هي واخده دلوقتي هنقول 60% تسويه. طبعا احنا في عندنا بواقي من اللحمه موجوده في الطاسه. البواقي دي مع البصل المفروم اللي هينزل عليها هيديني ريحه حلوه جدا للبصل وطعم يعني جميل جدا. في حاله ان انت عندك ديمي جلاس كان هنحط معلقه من الديمي جلاس مع البصل. طب انت ما عندكيش، اشتغلي بقى زي ما انا شغاله كده دلوقتي بالخطوات اللي احنا شغالينها. في اخر الوصفه هتلاقي النتيجه عندك ولا اجمل. طبعا احنا حطينا معلقه زبده تاني مع البصله، لان طبعا عايزينها ما تتحرقش مننا، وفي نفس الوقت معلقه الزبده بتدي طعم حلو جدا للبصله بتاعتي وانا بشوحها. جبت المشروم اللي عندي وقطعته. ابتدي ان انا لما الاقي البصله بتاعتي دبلت شويه وخدت التشويحه بتاعت ريحه اللحمه اللي في الطاسه كلها، ابتدي انزل بقى بالمشروم بتاعي برضو، ومش عايزه اهريه، هديله برضو تقليبه واتنين، بحيث ان هو يبقى زي ما احنا بنقول كده فريش، او يكون ناشف شويه. مش عايزه حاجه انا عندي مهريه، بحيث ان احنا لسه في حاجات تانية هتدخل معاهم في السوا. انزل بقى بمعلقه دقيق او معلقتين تبع الكميه اللي عندك، وابتدي ان انا اقلبها مع الخليط كله، مع المشروم والبصل طبعا الحاجات دي كلها زي ما احنا متشوحينها. انزل عليها بقى بمعلقه، لو عندك شوربه ممكن معلقه شوربه عشان ادوب الدقيق ده فيها، او لو عندك معلقه ميه عادي ممكن تنزليها مع
نص لتر كريمة لباني اللي هي كريمة الطبخ يا جماعة. ببتدي ان انا احطها مع كل الخليط اللي احنا ماشيين فيه مع بعض خطوة خطوة. ابتدي ان انا انزل الكريمة اللباني تاخد غلوة مع كل الخليط بتاعي ده. الكريمة اللباني هتزوديها بالقدر اللي الطبخة بتاعتك عندك، يعني ممكن نقول نص كيلو كريمة لباني على مثلا كيلو لحمة، وربع كيلو كريمة لباني على نص لحمة. فاحنا كده يا جماعة بنحاول ان احنا كمان عاوزين الخليط ده ياخد غلوة، وبعد ما ياخد الغلوة بتاعته ابتدي انزل بشرايح اللحمة بتاعتي. طبعا شرايح اللحمة انتي بتقطعيها في الاول بالطريقة اللي انتي عايزاها سليمة وكبيرة، انتي حرة طبعا. عايزاها متوسطة، كل واحد طبعا ما بيحب يقدم الحاجة قدام اولاده. طبعا انا حطيتها هنا حجمها متوسط، لا هي بالكبيرة قوي ولا بالصغيرة قوي. طبعا في الوصفة الطبيعية هو ده بيبقى حجمها الطبيعي، ما تبقاش اكبر من كده. طبعا مش هننسى ان احنا نحط معلقه من السبع بهارات، ولو حسينا ان الملح ناقص شويه ممكن ان احنا نزود نص معلقه ملح. كده يبقى خلاص ان احنا اديناها غلوتين. لو بتحبوا ان هي تبقى الصوص اخف شويه ممكن تزودوا شوربه. لو عايزينها زي ما هي كده قوامها جميل، يبقى هنقدمها جنب رز ابيض مع بطاطس محمرة، أو ممكن نقدمها مع خضار مشوي في الفرن، كوسة مثلا، بطاطس مشوية ويدجز، أو ممكن إن احنا نقدمها برضو مع بطاطس بيوريه. طبعا الشكل ولا أروع، مش عايزة أقول لكم ريحة جميلة إزاي. زوقناها ببقدونس وقدمناها، وفعلا الطبق يفتح النفس. يا رب تجربوها كلكم وتعجبكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.